وكأن جماهير الزمالك مكتوب عليها حرقة الدم وحرقة الأعصاب كل مباراة. في مباراة كايزر تشيفز جابوا جون في أول الماتش زي الناس كلها ما بتتمنى، والمباراة فتحت، وبدل ما يجيبوا التاني والتالت يتفنن المهاجمون في إضاعة الفرص، وتكون النتيجة إن يتعادلوا في آخر المباراة بخطأ محمد صبحي الشهير. في مباراة كهرباء الإسماعيلية يتقدموا بالثلاثة، وبدل ما الجماهير تستريح وتتمتع بالأداء يعود كهرباء الإسماعيلية ويتعادلوا 3-3. بالأمس في مباراة حرس الحدود والفريق متقدم 1-0، عمنا بزيرة وعمنا عمرو ناصر يضيعوا ضرب انفرادين بمنتهى الغرابة، وبدل ما النتيجة تبقى 3-0 يعود حرس الحدود ويتعادل، ونظل إلى آخر المباراة لحد لما ناصر منسي جاب هدف الفوز. ماذا يفعل أحمد عبد الرؤوف؟ ينزل يحط الانفرادات بدل اللعيبة. وماذا يفعل أمام الحظ العنيد اللي وقف قدام الهدف اللي ضاع وجه في العارضة من أنس وائل وكان هيبقى هدف عالمي؟ وماذا يفعل أحمد عبد الرؤوف مع الحكام اللي ما حسبوش لبزيرة وحده ضربتين جزاء غير الضربة الحرة اللي جه منها الهدف؟ ضربتين جزاء واضحين لبزيرة لوحده غير ضربة الجزاء لناصر منسي اللي المدافع حضنه، وضربة جزاء واضحة 100%، لا الحكم شافها ولا الفار شافها. وباخد على أحمد عبد الرؤوف بس إنه تأخر بالدفع بعدي الدباغ للدقيقة 87، كان المفروض يدفع بيه من الدقيقة 60 أو الدقيقة 70 عشان يلحق يدخل في أجواء المباراة. وباخد على محمد عبد الجليل، وهو راجل مثقف وعنده كاريزما وعنده حضور ومذيع رائع، إلا إن جانبه التوفيق في تصريحه بأن الزمالك ما عندوش مانع إنه يتغلب 6 مباريات بس يكسب 4 أو 5 لعيبة شباب. طبعا ما ينفعش، الزمالك فريق كبير، المانع إنه ينافس على البطولات ويكسب ويستفيد 4 أو 5 لعيبة شباب زي عمل فيريرا وخد الدوري والكاس في سنة واحدة وقدم للزمالك 4 مواهب جديدة. الزمالك فريق كبير، ما ينفعش تلعب باللعيبة الشباب ويتغلبوا 6 مباريات، النتيجة والمحصلة هتكون 0، لأن انت هتحطم معنوياتهم ونفسيتهم وهتحرقهم. الزمالك فريق كبير ما ينفعش يتغلب 6 ماتشات، وإنما لازم ينافس على كل البطولات.